الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. لا تكن عاجزا في هذه الأيام. عاجز؟ أيوة، مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. شوف النبي يقول بقى إيه: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة؟ قالوا يا رسول الله وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة وتحط عنه 1000 خطيئة؟ إزاي يعني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يسبح الله 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو تحط عنه 1000 خطيئة. كلمة إيه؟ سبحان الله. هيقولها كم مرة؟ 100 مرة. هتاخد قد إيه؟ 3 دقايق؟ 5 دقايق. يعني أنت كل 5 دقايق هتاخد 1000 حسنة وتتشال من عليك 1000 خطيئة. طب لو ما عملتش كده النبي قال لك تبقى عاجز، لأنك مش عايز تدي لنفسك حسنات تدخلك الجنة. يا أخي حصل حتى مخلوقات الله عز وجل. شوف النملة بتاعت سيدنا سليمان عليه السلام، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الإمام القرطبي تفسير قال أن نبي الله سليمان عليه السلام استدعى هذه النملة، جاب النملة كلمها، لأن له ملك زي ما قال ربنا: قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فكان بيكلم دواب والجن والإنس وكل حاجة. فقال لها: أيتها النملة لما قلت هذا؟ أما علمت أني نبي عدل؟ فقالت: ألم تسمع قولي وهم لا يشعرون؟ ما أنا نبهت النمل بتاعي عشان بيقول إنه ممكن يكسروكم أو يدوسوكم وهم شايفين، مش واخدين بالهم منكم. فقال سليمان عليه السلام لهذه النملة: لما قلت هذا؟ طب أنت بتقولي للنمل الكلام ده ليه؟ لأن موكب سيدنا سليمان كان موكب رهيب، يعني مش أي موكب. فقالت هذه النملة: يا نبي الله لقد خفت أن يشغلهم موكبك عن ذكر الله عز وجل. يعني النملة خايفة على النمل إنه ينسى تسبيح ربنا، لأن نبي من الأنبياء لما أرسلته نملة فأحرق وادي النمل، فأوحى الله تعالى إليه أن أحرقت أمة تسبح الله. النمل ده أمة من الأمم بتسبح ربنا سبحانه وتعالى. أنت مش عايز تبقى حتى زي دي؟ يا أخي ده الجبل بيسبح ربنا سبحانه وتعالى. كان في جبل في طريق النبي عليه الصلاة والسلام اسمه جمدان. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مع الصحابة فنظر إليهم وقال: سيروا هذا جمدان قد سبق المفردون، وفي رواية المفردون. يعني ايه؟ بقول لهم ده سبق الناس دول كلهم، واحد ما عندوش مال ولا عنده عيال ولا عنده أي حاجة ومنقطع لربه سبحانه وتعالى، الجبل ده سبقه. فقالوا: يا رسول الله وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. يعني الجبل بيسبح ربه؟ أيوة بيسبح ربه. طب أنت ليه مش عايز تاخد حسنات؟ هي كلمة سبحان الله تقيلة؟ ده سهلة جدا. بدل ما نقعد نتكلم في الفاضي زي ما سيدنا الربيع بن خثيم عليه رحمة الله كان يعمل كده. أول ما يصحى من النوم يقول: أيها الملك، يكلم نفسه كده: اكتب. أول ما يصحى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت عمال تتكلم في الفاضي كتير. ده اللسان ده آلة جبارة في جمع الحسنات. أنت ليه مش مشغله؟ شغل لسانك تجمع حسنات تدخلك الجنات. وللحديث بقية. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.